وصفتنا النهارده هنعمل الكبده الاسكندراني. بصي انتي بتطلبي ان هو يقطعها لك التقطيعه اللي انتي عايزاها. هنحط هريسه توم، بس توم يكون كتير شويه. طبعا الكبده مش بتتغسل. التوابل بتاعتنا هي ملح، بس ملح خفيف، يعني انا حاطه نص معلقه ملح بس. وعندنا شطه، وعندي رشه مرق الدجاج. لو انتي مش حابه تحطي مرق الدجاج ما تحطيهاش، بس بتدي طعم مميز جدا. عندنا معلقه فلفل اسود كبيره، معلقه كمون كبيره، وعندنا معلقه كزبره ناشفه. ننزل برضو التوابل ونقلب. اخر حاجه في الوصفه معانا وهي خل. نحط ربع كوبايه خل، ودي الوصفه دي من المحلات الكبيره بتاعه الكبده اللي هي مشهوره في اسكندريه. بصوا، وهنسيب التتبيله لمده نص ساعه. طبعا اهم حاجه نحط زيت كتير، لان الكبده الاسكندراني بتتعمل بزيت يكون الكثافه بتاعته، يعني هو يبقى اكبر من كميه الكبده. وطبعا انت عشان الناس اللي هتبقى مستحرمه موضوع الزيت ده، انت طبعا هتصفيه ويبقى مخصص طبعا لعمل ايه الكبده. هنبدا نقلب كده. الكبده مش بتتحط كتير على النار، يا دوبك هما دقيقتين بس. طبعا الزيت ده احنا هنصفيه بس اول ما الكبده تبدا ايه تستوي كده، يا دوبك ما بتاخدش معاكي اكتر من 3 دقايق على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنطفي عليها، وبعدين هنزل بالفلفل الاخضر الحار. هننزل بالفلفل الاخضر الحار، هاديها تقلبتين كده لان انا مش بحب الفلفل ان هو يستوي. وكده خلصت معانا الكبده. عايزه اقول لكم ان انا يعني طلبت من الراجل، انا هنا في القاهره طبعا مش في اسكندريه، طلبت منه ان هو يقطعها لي اسكندراني. معرفش ده تقطيع ايه بصراحه، يعني ده ايه اسمه ايه ده، مش مقطعها مكعبات كده، مش عارفه بقى دي عصافيري ولا دي ايه، فما علينا. يعني هي المفروض الكبده الاسكندراني بتبقى طبعا تقطيعتها بتبقى زي مربعات كده رفيعه. تعالوا نغرف بقى. بسم الله. طبعا بنصفي الزيت كده، ننزل في الطبق. نحط طبعا ليمون. هناخد بقى ايه خبز ونبدأ نجرب مع بعض. ليمون، شايفين الكبدة كلها جوسي ازاي، مش ناشفة خالص. طعمها لازم تجربوه، جوسي جدا وطعمها مميز جدا جدا. دي الكبدة الاسكندراني الطريقة الاصلية والصحيحة، بدون اي تزويد فيها اي مقادير. خلصت وصفتنا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه اعمل لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.